الجولة ال11 من الجولات اللي انت متقدرش تحدد ان هي جولة سهلة ولا جولة صعبة، تحسها كده جولة خادعة. فعلشان كده هنحاول نفكر مع بعض بصوت عالي، نخطط صح ونعمل التبديل بتاعنا نعمله صح، ونحاول نتفادى صعوبة الماتشات اللي في الجولة وما نقعش في فخ سهولة الماتشات بتاعت الجولة. فطبعا يا صديقي، لو انت اول مرة بتتفرج عليا فانا مروان رفعت ودي قناتك سياحة فانسي. لايكك الجميل واشتراكك الحلو ومشروبك الرايق عشان هتبقى حلقة بوم. ويلا بينا ندردش سوا. تعال نشوف مين أول اتنين في شهر أكتوبر في دوري السياحة فانتسي دول كسبوا الجوائز بتاعتهم. أول واحد اسمه أمينو جايب 264 نقطة، والتاني اسمه حسام مصطفى جايب 258 نقطة، ده في شهر أكتوبر بس. فعاش جدا الرجالة، ابعتولي على التويتر إن شاء الله عشان تستلموا الجوائز بتاعتكم. هتلاقوا اللينك بتاع التويتر في الديسكريبشن تحت. ولو انت لسه مش مشترك في الدوري السياحة فانتسي فيبقى عيب والله، خش اشترك معانا عشان المنافسه جوه مولعه وفي جوائز والدنيا رايقه. هتلاقي الكود ظاهر لك على الشاشه دلوقتي 773Y0 دي، وهتلاقيني برده كاتبه لك تحت في الديسكريبشن، وهتلاقي اللينك بتاع الانضمام للدوري على طول من غير ما تكتب الكود، هتلاقيه برده في الديسكريبشن تحت. تعالى الاول نقسم الحلقه بتاعتنا علشان ما نتوهش من بعض. هنتكلم الاول عن الماتشات في السريع كده، ماتش افضل لعيبه المتوقع ان هم يتالقوا في الماتش ده، وبعد كده الفقره الثابته معانا لعيب نقول له اتفضل عندنا، ولعيب نقول له فريقنا يا عمنا، وبعد كده فقره الكابتنه ان احنا نكابتن النرويجي اللي ما بيتهدش عشان طبعا ماتشه سهل، ولا نعطيها وضعيه الحنيكه ونكابتن حد تاني غير النرويجي. وبعد كده الفقره الثابته برضو اللي معانا اللي هم افضل 11 لعيب للجوله الجايه، دي يعتبر تشكيله فري هيت، والتشكيله دي احنا بنقارن ما بينها وما بين تشكيله السكاوت بتاعه الموقع الرسمي. في حاله ملخص الجوله بنشوف مين اللي جاب اعلى، احنا ولا هم. لحد دلوقتي احنا متفوقين عليهم بنتيجه 5-2، فمش محتاجين نتكلم عن نفسنا كتير يعني. فتعالى كده زي ما اتفقنا هنتكلم عن الماتشات في السريع، افضل لعيبه متوقع ان هم يتالقوا في كل ماتش. بدايه الجوله معانا بماتش اليونايتد وفولهام. سؤال الماتش ده، هل يا مروان لو احنا معانا مثلا راشفورد او برونو او هالاند اللايت ان احنا نسيبهم عشان الثلاث جولات اليونايتد سهلين، ايفرتون ولوتون وفولهام، ولا ان احنا نبيعهم وما نصبرش عليهم اكتر من كده خلاص؟ الاجابه يا صديقي، حاله اليونايتد بصراحه تصعب على ألد اعدائها. انا دلوقتي واحد بشجع الارسنال، فالمفروض ان انا اصلا اتمنى لليونايتد الخساره، بس حقيقي لدرجه ان هم وصلوا بقى يصعبوا عليا. الفريق مع تين هاج فك تماما، لكن المفروض ان هي فرقه كبيره تظهر رد الفعل بتاعتها، وعلشان كمان الثلاث ماتشات اللي جايين المفروض ان هم سهلين ليها. وعلشان كده لو معاك حد من الهجوم بتاعهم ممكن تسيبه الثلاث جولات اللي جايين دول، لعل وعسى ان هم يعملوا حاجه، ان المفروض الثلاث ماتشات اللي جايين دول سهل ليهم، سواء بقى كان راشفورد او برونو او هويلاند. افضل اللعيبه من يونايتد الماتش ده هالاند اللايت وراشفورد. ليه بقى؟ لان فولهام عندهم مشكله كبيره في العمق بتاعهم، ومشكله برده من الناحيه اللي بيلعب فيها راشفورد، فعشان كده اخترت لك الاثنين دول بالذات. اما فولهام لو هي فرقه عدله كنت هرشح لك حد منهم للماتش ده للسوق الدفاعي بتاع اليونايتد، لكن فولهام السوق الهجومي بتاعها ما يخلينيش ان انا ارشح لك حد منهم، وحتى كمان ما عندهمش حد اساسي في الهجوم بتاعهم. شويه كارلوس فينيسيوس، شويه راؤول خيمينيز، حتى كمان في الاطراف ما عندهمش ناس ثابته. ده اللي يدل على كده كمان ان هم عندهم عقم هجومي. الماتش اللي فات قدام برايتون اللي سجل الجون بتاعهم هو بالينيا اللي هو اصلا بيلعب في نص الملعب. ماتش زي ده بالدفاع المضحك للفريقين، شايف ان كلين شيت هيروح من الفريقين، وشايفه تعادل ايجابي 2-2 او حاجه، او اليونايتد هتكسب بالعافيه، لكن الماتش مش هيكون سهل بالنسبه لليونايتد. الماتش التاني معانا وست هام وبرينتفورد. سؤال الماتش ده بالنسبة لمبيمو، نجيب مبيمو ولا بلاش عشان الجدول بتاعهم صعب ومش أحسن حاجة؟ بص، برينتفورد من قبل فترة التوقف الدولي اللي فاتت دي كان عندها عقم في الهجوم بشكل كبير جدا، وحقيقي الفريق كان وحش جدا في الهجوم. من بعد فترة التوقف الدولي واضح ان هم اشتغلوا على نفسهم كويس جدا، وكلنا شفناهم قدام تشيلسي وقدام بيرني كانوا عاملين ازاي، ومبيمو كان خطير جدا ورجعوا زي بدايه اول السيزون. فمبيمو بالنسبه لماتشه قدام ليفربول وبالنسبه لماتشه قدام الارسنال، اصلا برينتفورد هي بتحب تلعب الماتشات دي، وتوماس فرانك بيحب جدا يلعب الماتشات قدام التوب 6، ان هو بيقفل في الدفاع وبيلعب بالطريقه بتاعته المعتاده قدام الفرق الكبيره 3-5-2، وبيبقى مبيمو وويسا بيبقى الاثنين طايرين قدام، فدي بتبقى حاجه جامده جدا قدام الفرق الكبيره، ان هم الفرق الكبيره بتهاجمهم، فان هم بيلعبوا على الهجمات المرتده بتاعتهم. فانا شايف ان مبيمو بفورمه الفرقه بتاعته وفورمته هو نفسه وكمان معاه البنينات، فان هو هيكون طبعا خطير جدا للجولات الجايه، حتى وهو هيلاعب الارسنال وحتى وهو هيلاعب ليفربول. افضل اللعيبه من وست هام الماتش ده هو بوين ومفيش غيره. ما تتحنكش بقى وتقول لي جيمس وورد براوس ولا باكيتا ولا اي حد. جيمس وورد براوس سيء جدا، واحنا اتكلمنا عنه مليون مره لما كانت الناس ابتدت ان هم يروحوا يشتريه، لما ابتدى ان هو يجيب له جون وراح الجوله اللي بعدها عامل له اسيست او حاجه. جيمس وورد براوس بيعتمد على الركنيات والفاولات بس،
وست هام بقالها فتره لا بيجيب جون من ركنيه ولا بيجيب جون من فاول. وماتش زي ده شايف ان كلين شيت هيروح من الفريقين. وست هام دفاعها سيء جدا بقاله كام ماتش، وبرنتفورد دفاعها مش احسن حاجه، فشايف ان كلين شيت هيروح من الفريقين. وممكن برنتفورد تكسب بتاع 3-1 او حاجه، لان برنتفورد حاليا فورمه احسن من وست هام بكتير جدا. الماتش التالت معانا بيرنلي كريستال بالاس. افضل لعيبه من كريستال بالاس الماتش ده هو ادوارد، هو حاليا الوحيد اللي انت تقدر ان هو تقول ان هو هيعمل حاجه. كريستال بالاس عندهم عقم هجومي بشكل كبير جدا بقالهم كام ماتش بسبب ايزي غايب، وبنحس ان هم مش احسن حاجه في الهجوم. لكن بالنسبه لدفاع بيرنلي واي فرقه بتلاعب بيرنلي احنا بنتارجت الفرقه اللي قدامهم ان احنا نجيب من عندهم حد، فده اللي يخليني ان انا ارشح لك ادوارد الماتش ده. اما بالنسبه لبيرني فاحنا مش هنتكلم عنها خالص في الهجوم ولا الدفاع، فرقه كحيانه خالص. وماتش زي ده برضو شايف ان كلين شيت هيروح من الفريقين. دفاع كريستال بالاس مش احسن حاجه وعلى ارض بيرني، فالمفروض ان هي هتسجل. وبالنسبه برضو لدفاع بيرني طبعا وحش جدا، لكن النسبه الاكبر ان كريستال بالاس هتكسب، وحاسس ان ادوارد هيتالق في الماتش ده. الماتش الرابع معانا برايتون وايفرتون. افضل لعيبه من برايتون الماتش ده هو ميتوما ومفيش غيره. ما تفكرش في فريكسون ولا جواو بيدرو، لان برايتون عندهم روتيشن كبير جدا، فميتوما هو الوحيد المفروض ان هو كل ماتش بياخد عدد دقايق اكبر، لكن مش هتلاقيه كل ماتش ان هو بيلعب اساسي. افضل اللعيبه من ايفرتون الماتش ده جاك هاريسون وكالفرت ليون. الاثنين دول بالذات ركز عليهم الجوله دي والجولات الجايه. جدول ايفرتون هيبتدي يتحسن الفتره الجايه، وجاك هاريسون خطير جدا من ايام ليدز وكلنا عارفينه ودايما هقول لك عليه كل حلقه. وكالفرت ليون برده راجع من الاصابه بتاعته اللي هي كانت بقالها فتره، وبقاله كام ماتش بيسجل والدنيا تمام معاه، فركز على الاثنين دول جامد جدا للجولات الجايه. وماتش زي ده شايف ان كلين شيت هيروح من الفريقين، وممكن يخلص بتعادل ايجابي حاجه مثلا زي 2-2. الماتش الخامس معانا ماتش الحلويات والقطايف واللطايف، السيتي وبورنموث. افضل لعيبه بقى من السيتي الماتش ده طبعا من غير كلام، مش محتاجين نتكلم عن السفاح الفايكنج عمي وعم الناس كلهم، وهو هالاند مش محتاجين نتكلم عنه. لكن مين بقى غير هالاند؟ انا شايف ان الفاريز هيكون مؤثر جدا جدا الماتش ده. الفرق اللي زي بورنموث المدافعين بتاعها والمدرب بتاعها بيبقى عندهم مهمه ان هم ينزلوا يوقفوا هالاند وما يسجلش فيهم جون، حتى لو الفرقه بتاعتهم هتخسر 10-0 مثلا، بس اهم حاجه ان هالاند ما يسجلش فيهم جون، ويجوا بعد نهايه اليوم كده يحتفلوا ان هالاند ما سجلش فيهم جون. فده يخليني ان انا اشوف ان الفاريز هيكون عنده مساحات اكتر من هالاند ان هو يعرف يسجل فيها وينطلق براحته وتبقى الدنيا معاه زي الفل. لكن طبعا هالاند هيكون مؤثر جدا الجوله دي، مش بعيد ان هو يجيب له 5 اجوان الجوله دي، بس برضو الفاريز هيكون مؤثر برضو الجوله دي زيه زي هالاند بالظبط. ممكن برضو فودن الجوله دي هيكون نسكايه جامده جدا، عشان الناحيه اللي بيلعب فيها فودن بورنموث عندهم مشكله جامده جدا في الناحيه اللي بيلعب فيها فودن. طبعا بورنموث مش هنتكلم عنها خالص الماتش ده هي اصلا ادائها وحش جدا وما بتلعبش السيتي، فما بالك بقى وهي كمان بتلعب السيتي. ماتش زي ده المفروض كلين شيت للسيتي، وشايف ان السيتي تقدر ان هي تبقى حفله اهداف 5 أو 6-0 مستريح. الماتش السادس معانا شيفيلد ولفرهامبتون. افضل لعيبه من لفرهامبتون الماتش ده هو هوانج، وحاليا مفيش غيره عشان نيتو هيغيب بقاله فتره، لكن ده هيخلينا ان احنا نخاف من حاجه. هل نيتو ان هو هيغيب بقاله فتره ده هيأثر على الهجوم بتاع ولفرهامبتون؟ دي انا بصراحه حاسسها، لان ولفرهامبتون دايما في الهجوم بتعتمد بشكل اكبر على نيتو في التحولات الهجوميه، ونيتو بقى هو اللي بيعمل كل حاجه، ياخد الكوره بقى ويفضل يحنكش قدام يعمل اسيست لهوانج يشوط هو، فنيتو دايما بيبقى هو المؤثر في الهجوم بتاع ولفرهامبتون، لكن بيبقى الاخطر على جون هو هوانج. شيفيلد طبعا فاكس مش هنتكلم عنها باي حاجه. ماتش زي ده شايف الكلين شيت هيروح من الفريقين. الدفاع بتاع الفريقين مش احسن حاجه، لكن بسبب غياب نيتو مش شايف ان ولفرهامبتون تقدر تكسب مستريح. ممكن الماتش يخلص مثلا 2-1 بالعافيه لولفرهامبتون. ماتش السابع معانا بالنسبه لي هو ده ماتش القمه في الجوله، نيوكاسل والارسنال. الماتش ده مخليني وانا بدرس الفرقتين وانا بحضر الحلقه مش قادر اشوف اي ثغره من الفرقتين ان انا اقدر اتوقع من اللعيب اللي قدامهم ان هو هيعمل حاجه. مش شايف اي ثغره في الدفاع ولا في الهجوم، الاثنين هجومهم جامد جدا والاثنين دفاعهم الى حد ما كويس. احنا كارسنال بنبقى خارج ملعبنا بيبقى دفاعنا احسن بكتير جدا من على ملعبنا، نفس الكلام نيوكاسل بيبقى على ملعبهم دفاعهم بيبقى احسن بكتير جدا خارج ملعبهم. افضل لعيبه من الفرقتين من هنا ومن هنا، من ناحيه الارسنال ساكا ومن ناحيه نيوكاسل هو ويلسون. وهنا خلي بالك من حاجه، انا ما رشحتلكش مثلا ساكا علشان مثلا الناحيه بتاعت الشمال من نيوكاسل عندهم ثغره، ونفس الكلام ويلسون ما رشحتلكش علشان الدفاع بتاعنا بتاع الارسنال العمق عندهم مش احسن حاجه. انا رشحت لك الاثنين دول عشان مثلا ساكا معاه الركنيات والمفروض ان هو معاه البلينات، نفس الكلام ويلسون معاه البلينات، وعشان كده ده اللي مخليني ارشح لك الاثنين دول. ده الماتش الوحيد اللي مش قادر ان انا اتوقع ان في حد من الماتش ده هيتألق. وبرده الماتش زي ده مش قادر اتوقع مين يطلع بكلين شيت ولا مين ان هو يكسب،
الماتش زي ده وارد فيه كل النتائج، الارسنال تكسب، نيوكاسل تكسب، وارد ان هو يخلص 0-0، يخلص 4-4، ماتش فيه كل الاحتمالات. عشان كده ده هيبقى فعلا ماتش القمه في الجوله دي. الماتش السابع معانا اليوم اللي بعده نوتنجهام واستون فيلا. افضل اللعيبه من استون فيلا الماتش ده ديابي وكاش. ركز قوي 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 على ديابي وكاش الجوله دي. ليه بقى؟ لان الجبهه بتاعتهم هيقابلوا مين؟ هيقابلوا اورير. كلنا عارفين اورير مضحك ازاي في الدفاع، هو دفاع مضحك وهجوم مضحك. فعلشان كده ركز قوي قوي على ديابي وكاش للجوله دي. ونوتنجهام برضو فاكس، مش هنتكلم عنها في الهجوم ولا في الدفاع، ان هي بتقابل استون فيلا، وحتى لو مش بيقابلوا استون فيلا هم سيئين جدا في كل حاجه. ماتش زي ده شايف ان كلين شيت للاسف هيروح من الفريقين، مع اني ما اتمناهاش عشان كاش، لكن برضو استون فيلا دفاعها مش احسن حاجه خصوصا بره ملعبها، لكن استون فيلا تقدر تكسب مستريح 3 او 4 في الماتش ده. الماتش التاسع معانا لوتون وليفربول. افضل اللعيبه من ليفربول الماتش ده سوبوسلاي وداروين نونيز وطبعا صلاح. ليه بقى اخترت لك سوبوسلاي وداروين نونيز بالذات؟ علشان داروين نونيز اي فرقه بتلاعب لوتون دايما المهاجم بتاعها بيسجل، ما عدا العاق توينجز الجوله اللي فاتت. فهم عندهم مشكله جامده جدا جدا في العمق. عندهم هم كده كده اصلا عندهم مشاكل في الدفاع من كل حته، عندهم من العمق ومن الاطراف ومن كله. وليه بقى سوبوسلاي الجوله دي؟ علشان صلاح الجوله اللي فاتت لما كان بيلاعب نوتنجهام كان متطرف جامد جدا، وتقريبا المدرب بتاع نوتنجهام كان بيراقبه تقريبا بحوالي 3 لعيبه، فكان دايما سوبوسلاي كان بيجي من الحته اللي هي من ورا دي كان بيبقى فاضي جدا. كنت انا ما اتفرجتش على الماتش كامل لايف، فجبته من على النت، فاخدت كده بعض من السكرينات، فطبعا مش عارف انزلها هنا عشان حقوق الملكيه والكلام ده، بس ممكن انزلها لك على تويتر. كان بيجي الحته اللي بيبقى فاضيه اللي هي من ناحيه اليمين دي كان دايما بيجي منها سوبوسلاي، فعشان كده سوبوسلاي اصلا كان يقدر يسجل في الماتش ده اكتر من جولين. فما بالك بقى لوتون والدفاع المضحك بتاعها، فانا شايف ان سوبوسلاي هيكون اخطر واحد في ليفربول الماتش ده هو ونونيز. طبعا لوتون فاكس مش هنتكلم عنها خالص، وماتش زي ده شايف الكلين شيت لليفربول بالعقم الهجومي بتاع لوتون، وكمان ليفربول اداء الدفاع بتاعها اتحسن جامد جدا. وماتش زي ده مش حاسه سكور جامد جدا لليفر، يعني شايفه يخلص مثلا 3-0 2-0 مستريح لليفر، عشان الملعب بتاع لوتون حقيقي ضيق جدا وصغير جدا وبيخنق اي فرقه بتلعبه. والماتش الاخير معانا في الجوله هو توتنهام وتشيلسي. المفروض ان هو ماتش قمه. افضل لعيبه من توتنهام الماتش ده سون وماديسون طبعا من غير كلام. ومين تاني بقى؟ الناحيه بتاعت كوكاريا هيلعب فيها مين؟ كولوسيفسكي وبيدرو بورو. فعلشان كده كولوسيفسكي وبيدرو بورو هيكونوا خطيرين جدا 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 الجوله دي. زي ما قلت لك كده على مبويمو الجوله اللي فاتت ان هو لعبوا مليون في المية قدام تشيلسي عشان هيلعب ناحية كوكوريا، وكلنا عارفين ان الدفاع المضحك بتاع كوكوريا عامل ازاي. وخش كده شوف الهايلايتس بتاعت ماتش تشيلسي وبرينتفورد، هتلاقي كل الهجمات وكل الخطورة من برينتفورد كلها من ناحية كوكوريا. فنفس الكلام كولسفسكي وبيدرو بورو هيكونوا خطيرين جدا 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 الجولة دي. افضل لعيبة من تشيلسي الماتش ده هو بالمر ومفيش غيره، بسبب برضو ان بالمر هيلعب ناحية الشمال بتاع توتنهام اللي هي هيبقى فيها سواء كان اودوجي او ايمرسون رويال، والاثنين بالنسبة لي في الدفاع مش احسن حاجه. وكمان بالمر معاه ضربات الجزاء، فهيكون الى حد ما هيكون برده كويس للجوله دي. انا من رايي لو هو معاك لعبه مليون في المية اساسي للجوله دي. توتنهام تبقى على ملعبها او خارج ملعبها في الدفاع ما بيبقوش احسن حاجه خالص. ماتش زي ده بصراحه شايفه اكتساح لتوتنهام، شايفه ممكن يخلص 4 أو حاجة لتوتنهام، لكن برضو مش قادر أتوقع كلين شيت لتوتنهام. ممكن تشيلسي تسجل جولين مستريح عادي جدا في توتنهام، لكن شايف إن توتنهام تقدر تكسب 4 أو 5 مستريح كمان. تشيلسي دفاعها سيء بطريقة بشعة. طيب كده خلصنا فقرة اللعيبة اللي متوقع ان هم يتألقوا في كل ماتش. يجي بقى فقرة اللعيبة اللي نقول له اتفضل عندنا، وان هي دي هتكون عودة العلاقات. بيبويمو، ديابي مليون في المية. لو لسه مش معاك صلاح فطبعا لازم يكون معاك صلاح في الفترة الجاية. لعيب بقى نقول له فريقنا يا عمنا، طبعا رقم 1 نيدو عشان الإصابة بتاعته مطولة، ورقم 2 جابرييل. مليون في المية جابرييل هيكون بيلعب قدام نيوكاسل الماتش الجاي، هيكون أساسي وكل حاجة. لكن الماتش اللي بعده هيكون قدام مين؟ هيكون قدام بيرنلي، ماتش سهل بالنسبة للأرسنال. ممكن تلاقي ارتيتا هيريحه ويقول لك عشان بقاله فتره بيلعب اساسي وعشان بيلعب مع البرازيل، وحد مثلا يكون معاه صليبه او يكون معاه وايت يكون هو بيستفاد بالنقط الكلين شيت، وانت يكون معاك جبريل وبيجيب لك صفر وبينزل لك حد من على الدكه ممكن يكون مثلا يجيب لك سالب. خلصنا بقى الكلام عن الماتشات واللعيبه اللي احنا هنجيبها واللعيبه اللي احنا هنبيعها. الكابتن بقى هالاند يا مروان، ولا نعطيها وضعيه الحنيكه ونكابتن حد تاني غير هالاند؟ انا من رايي لو ترتيبك كويس وانت بتنافس فمليون في الميه طبعا كابتن هالاند وما تاخدش الريسك. لكن لو ترتيبك في المليون او الاتنين مليون فانت محتاج تكابتن حد غير هالاند. انا عارف ان هو لو هالاند عمل حاجه والكابتن اللي انت كابتنته ده ما عملش فهتنقص اكتر بكتير،
لكن هو ده الوقت اللي انت لازم تاخد الريسك. ما هو اصل انت هتكابتن هالاند مش هيزودك اي حاجه. مين بقى اللعيبه اللي احنا ممكن نفكر في كابتنيتهم غير هالاند؟ رقم واحد الفاريز. انا شايف ان الفاريز هيكون خطير جدا الجوله دي، خطورته مش هتقل عن هالاند خالص. انا عن نفسي بفكر اخد الريسك ده جدا، وشايف ان هو ريسك يستحق، وبفكر جدا ان انا اكابتن الفاريز للجوله دي. رقم اتنين في الكابتنه الجوله دي صلاح او داروين نونيز. الجوله دي قدام لوتون شايفهم هتكون اي حد فيهم هتكون كابتنه رايقه جدا الجوله دي. رقم ثلاثة في الكابتنه، ودي انا بفكر فيها جامد جدا مع كابتنه الفاريز، وهو سون قدام تشيلسي. كلنا عارفين دفاع تشيلسي مش هنحكي عنه، وكمان توتنهام على ملعبها كلنا عارفين الهجوم بتاعها بيبقى عامل ازاي. فشايف سون الجوله دي اختيار كابتنه جامد جدا وديفرنشال جدا. لو عملنا حاجه هيرفعنا جامد عن الناس اللي كابتنه هالاند واللي كابتنه اي حد تاني غير سون. تعالى بقى نشوف تشكيله افضل 11 لعيب للجوله دي من وجهه نظرنا. وهو فليكن في الحراسه، كاش، بيدرو بورو، تسمكاس، صلاح، مبويمو، سون، فودن، هالاند، داروين، والفاريز. وهالاند هو الكابتن. والتشكيله دي زي ما قلت لك ان احنا بنقارن ما بينها وبين تشكيله السكاوت بتاعت موقع رسمي في حلقه ملخص الجوله ان شاء الله. بنشوف مين جاب اعلى، احنا ولا هم. تشكيلتي بقى يا صديقي الجوله دي انا محتار جدا ومش عارف اعمل ايه. معايا ايدرسون حارس، تريبير، ودوجي، كاش، صلاح، ديابي، سون، ماديسون، ادوارد، والفاريز، وواتكنز. اللي محتار فيه الجوله دي ان انا الاعب ساكا ولا الاعب ادوارد. انا رايح بنسبه كبيره اكتر ان انا الاعب ادوارد عشان ساكا ماتشه اصعب، وادوارد عنده بينلي ومش مع حد كتير، فلو عمل لي حاجه هيزودني في الترتيب جامد. ومحتار كمان زي ما احنا كنا بنتكلم عن فكره الكابتنه ان انا الكابتن الفاريز ولا الكابتن سون. حاليا سايبها على الفاريز. مستبعد شويه فكره بصراحه كابتن صلاح عشان ملعب لوتون مش احسن حاجه. شايف ان ماتش الفاريز وماتش سون هيكون افضل، حتى لو سون هيلعب تشيلسي، بس دفاع تشيلسي ما يقلش خالص عن الدفاع بتاع لوتون. انا حاليا معايا التبديل ولسه ما عملتوش. فلو اودوجي طلع كلام ان هو مش هيلعب اساسي الماتش الجاي همشيه وهجيب تسمكس. لكن لو اودوجي اتاكدنا من المؤتمر ان هو هيكون اساسي فهسيبه الجوله دي، وما هسيب التبديل معايا، وهيبقى معايا تبديلين الجوله اللي بعدها ان شاء الله. اتمنى يا صديقي اكون قدرت افيدك في الجوله الجايه، واكون انا قدرت ارد على كل الاسئله اللي بتدور في دماغك. وباذن الله كلنا نجيب اسهم خضراء كده الجوله الجايه، وكده تكون الجوله كده اخر روقان معانا الجوله الجايه ان شاء الله. وبس كده يا صديقي، دي كانت نهايه الحلقه. اتمنى لو عجبتك الحلقه فما تنساش تعمل لي لايك واشتراك في القناه، علشان ده بيساعدنا ان احنا نوصل لعدد اكبر من الناس في اسرع وقت ممكن. وكان معاك مروان رفعت، اشوفك على خير ان شاء الله في حلقات جايه. وسياحه فانتسي، سلام.